طابلتنا مدلندات لينا اليوم اليوم لنا اخبار قبط عاد وخارج نقدم لكم تو كسلف العبي رسوم. رئيس إساس من صوماليا زيارته كينيا أتام وعلى دواء يوم مع التمام سمنار سياحات تقليم مقب قبام دمار سوريا بزحكم سلطو لشارع حلام روسيا وهند علاقة نقل الرداء اتفقيام تشاينا وروسيا من قبيرات عطف قريات بأمريكا من نارس أخبار زي التفاصيلهم رئيس إساس أفوركيم دي بفدرالية جمهورية صوماليا لو ديانا يكل أمع زيارتون دا أتماما يوم 14 ديسمبر أمسي جمهورية كينيا أتام دي بالدنيا مكاريت إيارات نيروبي اتبع حتى إينات رئيس إساس وزيرة خارجية جمهورية كينيا سفيرة مونيكا جوما بأسرار عسكري للتليت كابتن ايرت قباقلوم رئيس إساس أفوركي دي بيوم 13 ديسمبر دي فدرالية جمهورية صوماليا تاسان حتى وكد مثل رئيس محمد عبد الله محمد نايقومات لقاح قوادام تاريكيت علاقة كل لدولة الدكابة فاتفقهم كلوت لما يرحد دي بيوم 14 ديسمبر مدينة مقادشو دي بها مكتب ديوان حكومة فيلا صوماليا دي بافقروا شرح صحافي فنج كل لدولة لهلا ناي تجارت وكسة الأسماء العلاقات كلوت لشعوب أقل الدكاب دي مفهمات بعضهم بلليم كليتهم لما يرحد دي بمنطقة كرافريقيا بقوس لهلا ناي معاونات وعبود حبر هيران دي بشراكة منطقة اندركزا بدك أبت قل التلالك مسال كاد مؤكدهم القابات اللي زبنه اللي يتفرهت دبر وإرهاب نحبر ولتنا السقا أبصار ما تتبع قد حريان كمتو كمسل أمنون دحبرو كلوت لما يرحت قل كل دولة وقال أفريقيا لا تربح علاقات تردت قل تتأسس ودول هالوجود قل التلالو كمسل تام حبرو يبقى أفريقيا لهلا دبر إرهاب مسكوبات التكم سلومها جوجايت أبيعات ونحبر محلكيت قل تعدي معاونات منطقة أهمية عباي كمسل بشارحهم سلام ومسكوبات صوماليا قل شعب صومال وقر أفريقيا لتهيبا منفعة عبايكم سلطة لشرحوا كليتهم ميرحات إلا إذا بقوس لهلانا سلام ومعاونات مرحلة قل عن كف للتنساء مبادرات هير السلام وعلي صومال للهن كمسل قبئ ما اتفاقدهم الشاكات سياسة لبتو نحست وإيرات عد حبر نشير لساق أو كل أطل ميرحات كله قل سلام ومسكوبات صوماليا بنية قلك دم أنا دوم رئيس محمد عبد الله محمد مثل عمات أخبار أريتريا وديع مقابلة زيارة رئيس سياسي ديب صوماليا قل شعب وحكومة فيدرالية جمهورية صوماليا حبنكم سلتحق ولا شرحام لمن صوماليا قل حد 3 سنة رايم لا تلحى دمان ذات سلام وأمن ديب أكانو قل قبلكم سل كدموكم سل تفهموا أكدام عقد ظهر هي رئيس محمد عبد الله محمد توزارة وزير دولة نائب وزير دولة خارجية وزير مهدي عبد القادر خير وبعدام سب سلطة وأنفار مجلس ديب الدنيا مكاريت يارات عدن بدولي إن حضروا رئيس إساس أفوركي الرسمي صارحوا كل تقرير عول بو فزعات عافية الأدمن وأربحات نجي بتبل سقراط كل أمعل التلالح حمساي وطنيا وعلى مشاكل دواء يوم 14 ديسمبر تمام التلمون كل وطن لما تصو سبمنات عافية لشاركه وتو على مثل ما تنفعنا دواء أقل مسألك عدر مشاكل بعمت دي بسرايح ماماتي بوتقع وبعدام برخص لما تصح مامات هي فنتيت بسبت لا أقل صادف لك عدر مشاكل دواء ومتابعته لركزة كتب بحثك عالدمام مشتركات لو على دي بحلفات مشاكل دواء تخصص حبري لهلا قبو شغل دي بدك أبوت معاونات فنجم مراقبين مقدمات ودي متنفع لو علو سبمنات تكم سلومة متنفعات تحديات سبمنات عافية التمجال مشاكل لبو دواء حق وتركبها دي مفريات ومقدمات دواء لهلا رافع مسؤولية أقبو شغل قانون متابعة دواء دي بالأرس هتقوم الدنقوبة مقاييس بزحي تمامت والتلالاي وبقعات مشاكل دواء بخصوص لتقدموا تقارير يممو لتميمو سب مهنة عافية بعمت وقلي مع السبا فنتيت شهادات أتنيات قب أقلوم
دي وزارة عافية مدير مراقبة دواء ونابرة السيد إياسو بهتا دي بس مع كلمة كاتيمة دي متابعة مشاكل دواء هلا فهم عبيوت قدام تاكيات دي بمراقبة دواء كم تنحبرم دي بشعب ما تصل هلا فهم ومشاركة سبمنات عافية أريتريا دي بمتابعة مشاكل دواء سجل اللي يتعبوت التلاليا كم سلق دم من سيئتو شرحهم مؤسسات هيبة قدامات لواديها حضر النوت من مكسب وكين دي بعبوت سياحات لركزت ورات قل سرقلا دي بيوم 10 ديسمبر دي بقعة تقليم مقب دي بقى بقى سمينار اللي كانت قدمتهم دي بوزيرة سياحة السيدة سكالمان كاريوس حاكم اقليم مقب ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي مسؤول جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة السيد يوسف سايق وبعدام لحضر ومناسبة مديرة عام فرع قدامات سياحة تقليم مقب السيدة ليا قبراب دي بس مع التكلمات لفرع دي بحل فيها سنوات دي بقعات وصفايات مؤسسات هيبة قدامات جد ترود كم سلقبا شرحاتهم دي بقلي مقب منه اللي زياد 1500 مؤسسات هيبة قدامات دي زياد 1300 واجبات مراقبة كم سلقبات انتحبرت السيدة اليوم بأساس اللي دي بأقبوي صبتات كشينات مخزن مسترحات فنادق غرف نبرة وبعد لا تتحمد بقعات الأرأية 3 مؤسسات شهادة سنة كل 1010 كم سال ركبايا حبرتهم حضرونات قاشا سنيت أمرتا سوالف شعب إريتريا تو اندت بي السيدة اللي مؤسسات هيبة قدام سلف صورة وطن لتترأتو كم تون دفهمو قل بيزحت وقاشا بأخلاق يسني قل تحضروا أتفاقدت حكم اقليم مقب ميجر جنرال رمضان عثمان أولياء بجهتهم مؤسسات هيبة قدامات هجيا قل أمرو ولقلو قدموا عولما مثل حاضرتي للحاجات استهلاك بات قيس قبي قل شكوات فاقدام دي بكاتيمة هي 3 مسلسلات لات المؤسسات من إدى وزيرة سياحة السيدة سكالمان كاريوس حاكم اقليم مقب ميجر جنرال رمضان عثمان أولياء وبعدام سلطة شهادات تكبتوا اتمدلت على التكليزان وبعث مقدرة مهنة وأخلاقيات مدرسين للعاب تأهيل تهيبام دي محبر مدرسين فرع اقليم عن سبا دي بيوم 7 ديسمبر دي مديريه على التكاليزان لتهيبه تاهيل من كل المديريات منها اللي مدارس لما تصو زياد حمسه مدراء مدارس ومدرسين شاركوا التوم رئيس محبر مدرسين مامر كبروم قبرزقي دي بس مع كلمات لما حبر لتفنا تتأهيل للهيب من مطعن حم من كرن برا لكن قل سلف إينات اللي تأهيلكم هبا ودي بكل المديرياتكم سلة تلالن حبرا مدرسين مهرتهم قلش نانو ودي مجتمع لبهم تحشمته ومسؤوليته بواجب قل حفظوكم سل واجب حبرا لتأهيل حشمته ومبدأ مهنة أدرسات أكدا مدرسين مثل دراسة والدين ومشاكيتهم لتهلق لهم علاقة دقابوت فنق مدرسين للتبنى أخلاقيات مهنة قلعبي ابقى بيو هي بقعام ومسؤولية لرفعو دراسة اقله له لأماما دي بقبي ابهدق ورأي اندت تلت قدامام حدب باشبيه مكتب وزارة التعليم مديرية بازع مقدرة منت أنفاروق العابين دي مديرية قل شاقو مدرسين مدارس كالعيد درجات دي بشغلهم لصد يوم تأهيل دي بيوم 10 كل ديسمبر نظامام لتأهيل أقبوي أتمك أرحوت فصل أقبوي أدرسوت أفقروس ستات وفعاليته أقبوي قيمام دراسة التكم سلوما مقياس وأقبوي أفقروت امتحان وبعد لكمكم دي يبقى بي مدرسين لبومتو تجارب ندك أبو دي باقعات دراسة تقير أساس الأماماتهم مسؤول مدارسنا إلى مديرية أستاذ إسماعيل صالح دي بس مع كلمات كاتيمة لا تأهيل التلالين إلى المدرسين مبتايت ومقبايت درجات للتهيب ما لتهيب لتنحى تأهيل دي بقبي لكسبوا أمر من أسنيات شغلهم وكان دي بقعات دراسة دور عبيكم لهالقلو كم سلدمن شرحم لدرسوا بجهتهم لكسبوا أمر مقدرة مهنتهم دي بقالات ومن حد تجارب اللي تبادلوا أردت للتأفح كم سل على عند أبرهو قل التلالي أنا دوم حيث متقابلتنا لسكل لتقدم أخبار قبطعة العلاء أزيد بأخبار خارج قلنا تعديتهم دي بسوريا حد 7 سنة بقى دقيش عسكري لجريت دمار بنية تحتيات قلت تبني من كلمة وحمسة بليون أسك 400 بليون دولار كم سلت حزي عماتة أخبار تشارح حكومة العاد اما تنكب حبريام
بدقيش تلعبت بنية تحتيات كفال عداك مسل دمرت شرحت حكومة سوريا لدقيش أسك بسلام إيساك با لدمار قلت زيد كمسل قدر حبرت الليل بأمر وإجازة حكومة سوريا دي بعد ما تأتت عسكرية ودل ليت روسيا مجتمع علم لدمار قل حي سدايت قليدة وقتو كمسل تحبراتهم أبادي بسنة كل 1010 حتى لك أنت أدقيش حد 400,000 نفر كمسل قتلوا ومليونات كمسل شعتروا تقارير لحبرم بسبب ما تأتت خارج لتكيلما دقيش سوريا بدرجة علم ديب إسراو قدماي كفال زبن منا قبا دقيش مسلع أبو كمسل ترتب لتهدقم روسيا وهند علاقة عسكرية نقل تردا للك قدر اتفاقيات فرمام دي بيوم 10 ديسمبر دي بهند زيارة ودلودا وزير خارجية روسيا سيرجي شويغو مثل هيئة العاد محبرة مشاريع شقلة عيرات لكم اتفاقيات عسكرية بزوح كمثال فرما تشرحم لدول مبللي تكنولوجيا عسكرية تبادل كمثالتو دي بالغة شرح حلام روسيا وهند علاقة عسكرية نقل تردا لتفاهمها لليام دي بحل فورح أكتوبر حقلا فرمايها 5 بليون دولار اتفاقيات عسكرية تام لرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء ناريندرا مودي مدينة نيودلهي لفرموا اتفاقيات بناء مشاريع مؤسسات نووية كم هند قدم إلا من روسيا S-400 للتبهال حق ميسايل قلت تزابي كمسال اتفقت تقارير دي بالحبر من أمريكا مقامات صادفة كمسال هلا لأفهم بالله هي اللي حدث اتفاقية عسكريات فنج أمريكا وهند لهليت علاقة تأثير وكي إلك بقت محللين عسكريات فرهتهم شرحوا له تشاينا وروسيا دي بأفريقيا تأثيرا اقل عبيا صراحات الألبو وفساد لبزحتو مواديت ودياك مسل هليا إدارة واشنطن دي بيوم 10 ديسمبر شاكيت وكل جماعة من إدارة واشنطن جون بولتون دي بيوم 10 ديسمبر دي بهبو شرح تشاينا وروسيا دي بقارة أفريقيا لبنتو تأثير زياد لا نا أمريكا اقلي ديهو ابعاني قدما كمسل هليا أكدام وزير بولتون دي بشرحو ستات إدارة واشنطن حديث دي بعلاقة أفريقيا دي بتجارته قد لا ضد إرهاب لركزاك مثل قبات أمرام أمريكا قرأ لا فرلا لبو عمليات ديش حفظ السلام منظمة مجلس كران كمثل يتمول عند أفهمها وزير بولتون بستات الحديث أمريكا لا تتبع عقل حديث لقباء ولا تهيبا سدايت دي بقارت لها قل مصالح أولويات للهيب كمثل قب شرحم تشاينا فساد صرحت لألبو فرموت اتفاقيات استراتيجيات سلفت تاتين دي بعقلاء ومصالحات تنفع بو كمثلاليت وزير بولتون اتعاقبام مناتا أمريكا مثل قارة أفريقيا قلت تتابعو كمثلتو تشرح لليت عقل دي مساوات وكل إلى جهة لنفع أقل لقباء كمثلتو سام قدرت لمجال أنادو حيث متابعتنا متابعتكم دي ابن حمد اليوم اليوم لعنا اخبار طبعات وخارج دي بلتها مهلا قدم زي مثل بعد لا برامجنا بنحتاجكم